من شوية ترامب قابل نتنياهو ووافق مبدئيا على ضرب إيران مرة تانية لو رجعت تاني تبني برنامجها الصاروخي أو النووي، وفي نفس التوقيت تقريبا الصين طلعت ورفضت بشكل قاطع أي تدخل إسرائيلي في إقليم صومالي لاند، ورفضت كمان انفصاله عن الصومال. وفي الخلفية الصين بتعمل مناورات عسكرية ضخمة حوالين جزيرة تايوان شبه تطويق كامل. وعلى الناحية التانية الحوثيين في اليمن أعلنوا إن أي وجود إسرائيلي في صومالي لاند هيبقى هدف مباشر ليهم. يعني ببساطة لو إسرائيل حاولت تحط قاعدة عسكرية أو مكتب استخبارات أو أي وجود أمني هناك، سواحل القرن الإفريقي هتتحول لساحة مواجهة غير مباشرة بين الحوثيين وإسرائيل، وده خطر كبير جدا لأن مضيق باب المندب بيمر منه حوالي 12% من التجارة العالمية، وهو شريان أساسي للسفن اللي داخلة أو طالعة من قناة السويس. طيب ليه الحوثيين مركزين على صومالي لاند؟ لأن لو إسرائيل نجحت تعمل وجود عسكري هناك ده معناه إنها تسيطر بشكل غير مباشر على حركة الملاحة في باب المندب. وكمان صومالي لاند قريبة جدا من اليمن، يعني أي وجود إسرائيلي هناك هيبقى تهديد مباشر لليمن نفسها. إسرائيل هدفها تحط رجل في قلب القرن الإفريقي وتضغط على أمن مصر القومي وتساعد أثيوبيا تاخد منفذ بحري على البحر الأحمر، وده كله تطويق استراتيجي لمصر. عشان كده مصر من فترة مش قليلة بدأت تتحرك بخطوات محسوبة وقوية. مصر حاليا بتفرض نوع من الحصار الاستراتيجي على أثيوبيا في القرن الإفريقي عشان تمنع تمددها هي وحليفها الإسرائيلي. بدأنا نوسع الشراكة الأمنية مع الصومال وبعت لها قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار هناك. وكمان حسب تقارير عربية ودولية مصر بدأت تبني نفوذ اقتصادي ولوجستي في جيبوتي وإريتريا من خلال تطوير موانئ مهمة زي ميناء دوراليه في جيبوتي وميناء عصب في إريتريا. الموانئ دي بالنسبة لأثيوبيا تعتبر شريان حياة لأنها دولة حبيسة وبتعتمد عليها في تجارتها، والسيطرة على الموانئ مش محتاجة حرب، مجرد إدارة وتشغيل وضغط اقتصادي يقدر يخنق اقتصاد كامل. رابعا الصين تتحرك. الصين كانت ساكتة وبتراقب وفجأة طلعت بتصريحات قوية جدا رفضت فيها الاعتراف بصومالي لاند ورفضت أي تدخل خارجي، وأكدت دعمها الكامل لوحدة الصومال. ليه الصين مهتمة؟ لأن صومالي لاند وقع على خط مشروع الحزام والطريق اللي الصين بتعتمد عليه في تجارتها مع الشرق الأوسط وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. أي صراع هناك أو إغلاق لباب المندب هيبقى ضربة مباشرة لمصالح الصين. وفي نقطة أخطر، الصين شايفة إن الاعتراف بانفصال صومالي لاند ممكن يبقى سابقة خطيرة لملف تايوان، ولو ده حصل يبقى الصين فتحت على نفسها باب انفصال تايوان، وده خط أحمر. عشان كده في نفس الوقت الصين عملت مناورات عسكرية ضخمة حوالين تايوان، رسالة واضحة لأمريكا: ابعدوا وإلا التصعيد هيبقى كبير. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. سلام.